ودلوقتي كوليكشن مصري مع محمود صدام وريهام جودة على راديو عامر. بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب. ايه يا عم محمود، انت صدقت نفسك وهتعمل لي فيها اسامه منير؟ يا رب يا رب يا رب، هو انت عمرك ما تهنيني على حاجه خالص كده؟ حرام عليكي. طب الحلقه اللي فاتت وخرجتيني بره مود الانشكاح اللي انا كنت فيه، ودلوقتي مش شايفه اني منهمك وعايش في حاله تانية خالص وحاله حب ورومانسيه؟ ايه يا عم انت كل ده بس وانت صدقت نفسك ولا ايه؟ ده انت حتى مذيع فاشل. انا فاشل خالص يا حوت، ده انت حبيبي. كمل يا كبير كمل وادخل بقى في مود الانشكاح بعد ما فصلتيني. طب استني بقى اما اعيش الحاله تاني. طب عيش انت بقى وانا اروح اسلم على مستمعينا لحد ما انت تيجي وتعيش لا وتجيلنا. اله الا الله، خلاص مش مكمل. ونفسي بعد كده تحس اني انسان كده مرهف الاحساس والمشاعر وكل حب ورومانسيه. فعلا واضح من اول حلقه انك حساس ومرهف الحس، بأمارة ان ما ينفعش حلقه تعدي من غير ما ما تهزقني. انت اللي جاي علينا بخساره يا ريهام، وكمان دايما تفصليني. طب فلازم حوت يا أهزقك. حبيبي معلش متزعلش مني. طيب نروح بقى لمستمعينا وندخل على موضوع حلقتنا اللي النهارده هنتكلم فيها عن الحب. انت بتحقق امنيه صاحبك ولا ايه؟ لا يكفي، ده موضوع حلقتنا النهارده هيكون عن الحب بجد. ايوه بقى الحب الشوق بوس البوس بلوبيف واشتهى خلاص يا عم ريهام هتعملي لي فيها الليمبي، وبرده لوك 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 راجي رغي تاني برضو. ايوه راجي برده، وكالعاده بتصدعيني، بس اعمل ايه للاسف مش لاقي حد غيرك والله. ومين يرضى يقدم البرنامج معاك غيري اصلا يا ابني؟ ده انا بكسب فيك ثواب. لو انا مش هرد عليكي قدام الناس، لينا فاصل يلمنا. بهزر فاصل. يا رمضان ما بتهزرش. لا بهزر وهوريك الهزار، بس اصبري طب ارضى عني، ده الحلقه النهارده عن الحب. خلاص ماشي، عشان خاطر الحب بس عفونا عنك المره دي يا حبيبه يا حوده. المهم موضوعنا النهارده هيكون عن الحب بكل انواعه. الحب ما بين الصحاب وبين الاخوات، والحب ما بين اي اتنين ولد وبنت يعني. وطبعا زي ما احنا عارفين ان ام كلثوم جنت للحب، والعندليب كمان، وعبد الوهاب، وننساش بقى عموره وتموره. وحب الاب لبنته والابن لامه، العيله كلها يعني، وحب الناس عموما لبعض. وطبعا احنا كالعاده كمصريين مميزين وخصوصا في الحب. هو انت هتقولي لي هو احنا فرحين الا فيه؟ والله يا حوده. يلا بينا ندخل في الموضوع علشان ده موضوع كبير يعني. يلا بينا يا كبير. يلا بينا. طب ما تحكي لي يا ريهام عن حبك لاختك. انا عارف ان انت عندك اخت بسم الله ما شاء الله عسل يعني. قصدك سامحني يا رب. بالظبط، هو في غيرها؟ انا اعرف انكم بتحبوا بعض لله في لله. ايوه لله في لله. طب احكي لي بقى. رنا يا سلام، يعني الخناق على اللبس وفين الطرحه، ولا لما تحصل مصيبه في البيت تقول لك على فكره مش انا، ده اكيد ريهام. واحيانا انا ما ببقاش في البيت اصلا. بريئه انت يا عيني. طبعا بريئه برقوقه. بس عارف برغم الرخامه اللي بتبقى ما بيني وما بينها، دايما انا وهي ستر وغط على بعض. يعني لما بتعمل مصيبه ولا تتاخر بره البيت مثلا، بابا يبقى زهقان اقول له انا اللي مأخراها، اصلي قلت لها تروح تجيب لي حاجه، وادخل بسرعه اتصل بيها، انت فين يا جزمه بسرعه بابا زهقان وهينفخك. تتاخري بره يا رنا؟ ماشي ما عرفتش ارب انا خالص. وبعدين انا بقى اللي هفتن عليكم انتوا الاتنين، بس اصبري منك ليه. استر علينا الهي يستر عليك. طيب عموما انا ولا هشردك ولا هتكلم على حاجه خالص، ولا هقول على الخناقه اللي على اللاب، ولا على شحن الموبايل، ولا بقى اهم حاجه مين اللي يشيل مواعين بعد الاكل ويروق. هو انت كل ده ما شرطتناش يا اخويا خالص. المهم يا ريهام، بعد ما حكيت لنا على حبك الفظيع مع اختك الفظيعه، نروح بقى على نوع حب تاني خالص وغريب كده من نوعه تماما، وهو حب الام لابنها او بنتها. ست الحنينه حنينه. اكيد يعني في الغالب كلنا واحنا صغيرين تهنا. انا طول عمري من كتر التشرد وحياتك دايما كنت بتوه. تشرد واضح وحياتك من اول حلقه ليكي. بتقول حاجه. المهم تلاقي الطفل ده تايه، واهله عمالين يدوروا عليه ويروحوا هنا وهنا ويندهوا عليه، عيل تايه يا ولاد الحلال، عيل تايه يا ولاد الحلال. وامه هتموت عليه وتعيط وتصوت. المشكله بقى انها اول ما تشوفه من كتر حبها فيه تقوم رازعاه حته قلم. اضرب كمان، عايز اتوب. ما كنت تبت من تاني قلم وريحتني. وبعد القلم ده تقوم واخداه في حضنها مع كام شتيمه كده على كام رجل على كام قلم تاني، اهو كله بالحب. الحمد لله، عمري ما جربت الحب ده. اشك. ماشي يا حوده.
بمناسبة حكايتك انت واختك والست اللي اول ما تشوف ابنها تضربه، خدي بقى الاغنية دي هدية مني ليك انت وكل امرأة. استر يا رب. ونطلع فاصل ونرجع تاني نكمل حلقتنا. يلا بينا. يلا بينا. شق البطيخة وعالبركة. دول خبلانة اللي فاهمهم راسه تعبانة، تفهم ايه حمك في كنكة. دول خبلانة تواضع منهم قعدوا معانا، شق البطيخة وعالبركة. أجرك الله بقى على ده سلاح، في ثواني تلاقي الدنيا ولعة. ما هو يا تطلقني يا إما خلعة، معظمنا خلاص بقى عنده صلع بسبب المجانين، يا خسارة الشعر اللي راح. دول خبلانة اللي فاهمهم راسه تعبانة، تفهم ايه حمك في كنكة. دول خبلانة تواضع منهم قعدوا معانا، شق البطيخة وعالبركة. دول خبلانة اللي فاهمهم راسه تعبانة، تفهم ايه حموك في كنكة. دول خبلانة تواضع منهم قعدوا معانا، شق البطيخة وعالبركة. مستهون بالستات يا اخويا، دول كربونة وحياة ابويا، هانم ولا بمنديل بقويا، خد بالك من صنف الحريم. دول خبلانة اللي فاهمهم راسه تعبانة، كان غيرك اشطر. دول خبلانة تواضع منهم قعدوا معانا. دول خبلانة اللي فاهمهم راسه تعبانة، تفهم ايه حمك في كنكة. دول خبلانة تواضع منهم قعدوا معانا، شق البطيخة وعالبركة. دول خبلانة اللي فاهمهم راسه تعبانة. دول خبلانة تواضع منهم قعدوا معانا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبعد ما سمعنا الله صحيح بقى دي اغنيه تسمعها لنا يا محمود. يعني احنا مجانين؟ انا مالي، بوليف هو اللي بيقول، وبعدين حاطط الاغنيه دي مخصوص علشان موضوعنا عن الحب. لا واضح. سيبكم من الرهام خالص ونكمل كلامنا عن الحب.
جات لنا بقى مسج دلوقتي من اسماء اللي سافرت وراحت اعاره. سافرتي فين يا اسماء؟ اعاره يا حاجه، اعاره، بنتك طالعه اعاره. طب اقريها طب يا ريهام واعملي حاجه في دنيتك بقى. اسماء بعتلنا مسج وعاوزه تقول لنا حاجه على سبيل الحب ما بينها وما بين اختها. استر يا رب. هقول لكم على حاجه غريبه انا ذات نفسي لحد النهارده مش فاهماها، فلو حد فاهمها يقول لي يا ريت. قال دي اسماء اللي بتقول المسج؟ هي اللي بتقول كده. طيب قال ايه، جت ليله من الليالي كده وانا سهرانه انا واختي حبيبتي، وفجاه نقوم نضرب في بعض من غير سبب، نشد في شعر بعض ونعض بعض، او ربنا كل ده بيحصل من غير سبب، واخر ما نزهق كل واحده ترجع مكانها ونقعد نبص لبعض ونضحك. تفتكروا ده معناه ايه؟ يا ترى هبل ولا عبط ولا الاتنين؟ حد يجاوبني. يا ريتك ما بعتي يا اسماء وكلفتي نفسك حق المسج الدوليه. وبعد موقف اسماء ورنا فعلا العلاقه بين الاخوات شويه استحقار من بره وحب من جوه. واضح انك ابتديتي تفهمي. مش بقولك انت بتشكك في قدراتي؟ المهم بعد مسج اسماء بقى احب اقول لكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي انهم يبعتوا لنا المواقف اللي بتحصل معاهم بخصوص الحب على صفحتنا على الفيسبوك، وكمان يا ريت لو يشاركونا في مواضيع حلقاتنا الجايه. يعني اختاروا المواضيع اللي تحبوا اننا نتكلم فيها في حلقاتنا الجايه. ابعتوا لنا دلوقتي على صفحتنا على الفيسبوك راديو عامر. نكمل بقى ولا هنفضل نرغي؟ طيب نروح بقى للحب اللي مش حب. يعني ايه حضرتك؟ انت لو تصبري كان زمانك عرفتي. عرفني. طيب يعني الحب ما بين الصحاب، يعني لما تقابل صاحبك اللي كان معاك من 5 دقايق يقوم بايسك. طب ايه لازمه الحب يا عم؟ ما احنا كنا لسه مع بعض، يعني لازم تبوس. بس ازاي بقى؟ لازم هو انتوا عندكم اما وانتوا عندكم ايه؟ ده انتوا غيرنا خالص. احنا عندنا بدل انا عندي ازيك يا زفته، عامله ايه يا نيله، ايه يا بيئه فينك، ما كنتش بتردي على التليفون ليه، بتتقلي وحياه اتخمدتي امبارح على طول ولا قعدتي تحبي من ورايا؟ وحياتك كنتش عاوزه اتكلم عن الحب قوي ما بيننا، علشان لو اتكلمت احنا بنقول ايه لبعض البرنامج ده مش هيتذاع تاني خالص. ليه؟ ليه؟ اصل بعيد عنك بنقول الفاظ بذيئه هقولها لك بيني وبينك، بس مش دلوقتي علشان الناس الكويسه اللي بتسمعنا في الفاصل. طب يلا بقى نخلص بسرعه عشان انا هموت واعرف. ما تستعجليش. حاضر. بس عارفه بقى كمان في حب كده غريب. غريب ازاي؟ بايدين ورجلين يعني؟ معلش يا جماعه دي ريهام وليس على المريض حرج. المهم بقى في حب كده انا عن نفسي مش عاوز اجربه خالص، وهو حب اصحابك يوم فرحك. مش عاوز تجربه ليه يا حوده؟ لا ده سر، ولو قلت الطريقه اللي بيعبروا بيها عن حبهم ممكن يترفع على البرنامج قضيه وحياتك. ده العريس يومها بياخد كميه حب يا لهوي. طب ما فهمتش برضه بيحصل ايه؟ وانا مالي، عريسك بقى يقول لك حصل له ايه من كتر الحب اللي شافه. اللي بقول لك يا ريهام، ما تيجي بقى كده نعمل مقارنه على السريع ما بين الحب ايام زمان والحب دلوقتي. يا عبد الصمد. والنبي ده الحب ايام زمان حماده، ودلوقتي حماده نيو لوك. يكونش عامل شعره سبايك. طب والنبي عاوزه ابتدي من اول حب ابتدائي. هتفكريني بالماضي الأليم ليه بس؟ ما انت كنت البوي فريند بتاع بنات الفصل كله. مش قوي كده، كان نص الفصل بس. طب ما تحكي لنا عن غرامتك كده يا حوده. انا اول بنت عرفتها وحبيتها بعيد عنك خالص، يعني كنت انا في 5 ابتدائي وهي كانت في 3 ابتدائي، وكانت قصه حب مثيره يعني مليئه بالاحداث المشوقه. هي كانت قصه حب ولا فيلم تيمور وشفيقه؟ طب ما علينا، اكمل طب ولا تفضلي ترخمي؟ المايك معاك. ابن عمها كان معايا في الفصل وبرضه كان ساكن معاها في نفس البيت، فكنت بستغله اسوأ استغلال، وبالذات لو اليوم اللي هي ما جتش فيه المدرسه. ازاي بقى؟ يعني كنت اكتب لها جواب واحطه في شنطته في السوسته اللي انا وهي متفقين عليها من غير ما هو يحس، ولما يروح هو اصلا كان فاشل يروح يرمي شنطته وهي بقى تقوم نازله تحت وتاخده ولا من شاف ولا من داري. شغل شياطين. طب والنبي ما كنتش بالمره تروح تقابلها تحت بير السلم؟ تحت بير السلم؟ ده انت بيئه يا شيخ يا ابني، على كده انا كنت بريئه برقوقه بتاعتي دي على فكره. والله بس فعلا كنت بريئه. كان معايا واحد في الفصل كان بيحبني، بس ازاي بقى؟ ما تقولي ازاي. كان لما يقف على الفصل وانا اجي اتكلم وافضل اهزر ما كانش يكتب اسمي خالص، وكان بينزل يجيب لي ورده من حديقه المدرسه. يا تيبتا، انت عندكم حديقه؟ تتريقش عن حب طفولتي لو سمحت. ده انت غلبتي اللاف ستوري بتاعت اسماء. هو ده حب زمان يا ابني، اسكت انت فاهم حاجه؟ طب عارف لما كنت اقعد اهزر مع اي حد من الفصل كان يزعل مني بقى ويفضل مقموص طول اليوم. ايتي كاميلا، هو كان يجير عليكي تاني؟ خليك انت كده تتريق عليا وعلى حبي الاولاني. طيب بعد الورده بتاعت الحديقه
واللاف ستوري بتاعت اسماء. تعالي نروح نسمع الاغنيه دي ونرجع تاني ونخش على حب الاعدادي بقى. يلا بقى. بغير عليها حتى لما تسلم على الناس، وليه يلمسوا ايديها ما يشاوروا كده وخلاص. بغير عليها لما تسلم على الناس، وليه يلمسوا ايديها ما يشاوروا كده وخلاص. ومهما تقولي عليا ده مجنون بيا، وفيها ايه؟ عايزة واحد مع الجمال ده كله، ازاي ما يغيرش عليه؟ ومهما تقولي عليا ده مجنون بيا، وفيها ايه؟ عايزة واحد مع الجمال ده كله، ازاي ما يغيرش عليه؟ أنا اخترتك، أنا فضلتك، أنا مش عارف أقولك إيه. في حد في الزمن ده لاقي حد بجد يخاف عليك. أنا اخترتك، أنا فضلتك، أنا مش عارف أقولك إيه. في حد في الزمن ده لاقي حد بجد يخاف عليك. تقولي عليا ده مجنون بيا، وفيها ايه؟ عايزة واحد مع الجمال ده كله، ازاي ما يغيرش عني؟ ومهما تقولي عليا ده مجنون بيا، وفيها ايه؟ عايزة واحد مع الجمال ده كله، ازاي ما يغيرش عني؟ ده انا بموت لما بشوف حد عينه بتيجي عليكي، ببقى عايز اخد عيني من قبل النظرة ما توصل ليكي. ومهما تقولي عليا ده انا بموت، ده انا بموت، عايزة واحد مع الجمال ده كله، ازاي ما يغيرش عني؟ مهما تقولي عليا ده مجنون بيا، وفيها ايه؟ عايزة واحد مع الجمال ده كله، ازاي ما يغيرش عليه؟ مهما تقولي عليا ازيك يا حودة؟ ازيك يا حوده؟ انا مش عايز اشتم على فكره. الحلقه قربت تخلص وتقولي لي ازيك يا حوده اللي ما قلتيها في اول الحلقه. بضحك معاك. عموما خلاص يا عم انا غلطانة، بس تقولي بقى
زي ما بهرتني بحب ابتدائي عايزاك تفاجئني كده بحبك بتاع اعدادي. وانا ما كنتش بعمل حاجه في حياتي غير اني كنت بحب. طب كنت بتعمل ايه تاني يا عم رئيس الديوان؟ كنت بحب برضه. بس ساعات كنت باخد بريك. حبيب من يومك هح. بمناسبه هح دي، انا اعرف واحده كل علاقتها بالحب كلمه هح. يعني مثلا تقول لها عمرو دياب تقول لك هح، تقول لها ميسي تقول لك هح. افتكر اني خطيبها لو اقول لها بحبك برضه هتقول لي هح. مش هتحكي لي بقى عن الهح؟ ماليش دعوه، مش بحب اجيب في سيره الناس خالص. عموما انا هحكي لك. بص يا ستي، لما كبرنا بقى شويه بعد ما خلصنا الابتدائي وطلعنا على اعدادي، الحب اتغير تماما وبقينا بقيتوا ايه ها؟ وربنا ما اعرف، انا مش فاكر اي حاجه من اعدادي اصلا. طب انت ما عندكش اي حاجه تقرفينا بيها يا ريهام؟ لا انا كنت في فتره نقاهه. يعني ندخل على الجامعه على طول؟ بالنسبه لثانوي، انت ما كانش عندكم ثانوي ولا ايه؟ ثانوي؟ يا على الثانوي، ايام ثانوي وحب ثانوي وموزه الثانوي. اظهر وبان على حقيقتك بقى. انا عن نفسي فشلت ان ادخل كليه محترمه ودخلت حقوق اللي مش عارف ايه علاقتها بالاذاعه اساسا بسبب الحب. بسبب اني كنت ماشي عمال احب على نفسي في ثانوي ومنفض للدروس والحضور ولا مهتم باي حاجه، ده تاثيره بان عليا بعد كده. يا عيني. والله تأثرت ليك، واحدة أبكي. والله يقول لي أنت مشلول ولا رجولك منملة؟ انت فكرتني بالافلام العربي القديمه بماجدة لما دايما كانت بتسقط في المدرسه بسبب حبيبها. ايوه فاكره بقى فاتن حمامه لما كانت بتحب عمر الشريف ايام المدرسه، يعني النظره من بعيد. يعني لما الاجازه تيجي وما تعرفش تنزل من البيت كان يروح لها تحت بيتها ويحدف الشباك بالطوب. اي نعم الشباك كان بيدشدش 100 حته وهي كانت تاخد العلقه التمام، بس هو كان حب حلو والله. يقوم حادف لها بقى الورده في البلكونه ويبعت لها جواب مع صاحبتها. اه والله تحس ان كان في براءه في الموضوع، مش حب دلوقتي حاجه مسخه كده جدا خالص قوي. قالوت كتير جدا. دلوقتي كل واحده بتحب واحد في ثانوي مستنيه انه يدخل كليه كويسه عشان يلاقي شغلانه كويسه عشان يجي يتقدم لها بعد كده ويتجوزوا. طبعا زي ما كلنا عارفين ان كل دي طموحات واماني. اهي الطموحات والاماني دي اللي خلت اللي نفسها تبقى مهندسه واللي نفسها تبقى دكتوره يتقابلوا في نفس مدرج كليه تجاره، وهو ده اللي بناخده من الحب. يا قاتل يا غادر يا سارق قلوب العذارى. طب كويس انهم دخلوا تجاره وهي كانت حاجه عدله، لكن دلوقتي وحياتك مش محصلين معاها هتسيباك. ليه بس كده؟ ليه بس كده يا حاجه؟ انت مش واخده بالك من الحب دلوقتي ولا ايه؟ يعني عندك مثلا في ابتدائي انا بشوف الاطفال، وسامحني يا رب وانا بقول كلمه اطفال دي، بيكتوا من المدرسه ويخرجوا مع بعض وتلاقي الواد مع رقم البيت وعادي جدا كل واحد ماشي بموبايل وعمال يحب لي في التاني. انا افتكر ان اول مره امسك فيها موبايل كنت هسورق. هات ايه؟ هسورق، كان هيغمن عليا يعني. ماسكالي موبايل وعامله لي ستايل يا اختي انت وانت يا اخويا بتشحن موبايلك منين ولا عامل لي كارد من بتوع الشباب؟ طبعا برضه حب ابتدائي ما يختلفش عن حب اعدادي خالص ولا عن ثانوي بتاتا. برضه نفس الكائنات الغريبه اللي ماشيين بيدلدقوا في الحب مع بعضيهم هم. والنبي يا اخويا ده الدرس دلوقتي عندهم كانه كازينو وهو بيقابلوا بعض بطريقه مشروعه برضه. طب تفتكري مين اللي بيحاسب على المشاريب؟ طبعا من فلوس الدرس والمذكرات. طيب بما انك جبت سيره الفلوس مش عاوزين ننسى بقى الناس اللي بيتها بيتخرب بسبب الرصيد. ده حتى هتلاقي كل واحد منهم معاه 3 خطوط ومستني الخط الرابع وحياته. واكيد برضه مش عاوزين ننسى الناس اللي سالفين ال3 جنيه ومش ناويين يرجعوهم. ايوه انا عارفاهم نفر وكل واحد يرجع ال3 جنيه احسن ما بلغ عنه. وانا من موقعي هذا بقى احب اقول لمحمد طارق انت ادى نصاب مش ناوي ترجع الفلوس اللي انت سلفها من شركه فودافون. هي المسج بتاع صديقتي البرنامج عمل الشغل ولا ايه؟ انت ما بنحبش نجيب سيره الناس بقى. ايوه. طب بما انك جبت سيره المسجات انا فاكر كام مسج مسخره كده من اللي كانوا بيبقوا على الموبايل زمان. ياه دي كانت ايام يا جدع. فين ايام لما الواحد كان بيجيله مسج على الموبايل ومكتوب له فيها ابعت لك دبابات حبي ورصاص اعجابي وصاروخ شوقي المرسل ارهابي. انت كنت بتحبي بن لادن؟ وسجله خطر. طب خدي عندك بقى الكام مسج الجايين دول. اقدر على سنه اجوع، اقدر اعيش جربوع بس ما اقدرش اتحرم منك اسبوع، ولا بقى يا حبشتكه القلب من الحب اشتكى يوم دمع وحزن ويوم فرح وهاشتكى يا حبشتكناتك يا حوده. طب خد انت بقى المسج الجامده دي. يا ملقح جوه قلبي وانا قلبي مش متين حبك جاب لي سكر اديني انسولين. خدي بقى مسج عن مساد العجلاتي كان باعتها لي قبل ما ربنا يفتح عليه ويبقى شاعر قد الدنيا. عشمني بالمحبه وشعلاني في الهوا حيلته حبه زودها وتلوى. يسر دينك يا استاذ نفيسه.
بعد المسج دي انا عرفت انت بتعز عم سيد العجلات المعزه دي كلها ليه. امال يا بنتي ده حبيبي. طب وعشان خاطر عم سيد اللي بقى اشهر مننا نروح نسمع الاغنيه الجايه ونرجع تاني. يلا بينا. الله على حبك انت، ما بحبش غيرك انت، والدنيا عندي انت، والدنيا عليك شوية. واحنا في الفاصل جات لنا مسج من حد مش عاوزنا نقول اسمه، بس احنا طبعا كالعاده مش بنحب نجيب سيره حد خالص. عموما المسج دي من بنوته سكره، واللي بتقول بما انك بتتكلم عن الحب ايام الثانوي يا حوكه، انا هقول لك موقف كده حصل معايا كل ما افتكره اقع من كتر الضحك. الف سلام عليكي من الوقعان. المسج بتقول انها كتبت رساله في ورقه وحطتها على السرير، ولما والدتها لاحظت انها مش موجوده في البيت راحت اوضتها تشوف بنتها راحت فين، وشافت الورقه دي على السرير ففتحتها وبتقراها وهي بتترعش ومش قادره وهتموت من الخوف. مكتوب فيها ايه بقى؟ ماما انا اتجوزت واحد وانا حامل منه ومعاه دلوقتي وهنسكن في اي حته وبنفكر نبيع اي حاجه حتى لو حشيش ومخدرات عشان نعرف ناكل ونعيش، ومش هزورك الا بعد 20 سنه عشان يخليكي تشوفي احفادك. امال ايه؟ المهم كاتبه ملاحظه كده في الاخر. تفتكري كاتبه ايه بقى؟ ايه؟ ماما
انا بهزر معاك يا ست الكل، وانا عند الجيران دلوقتي. كل الحكايه بس ان حبيت اوريك ان في مصايب اكبر بكتير من مصيبه ان اجيب تقدير ضعيف في الثانويه العامه. عموما الشهاده موجوده في دولابي، وفي اخر الرساله بحبك يا ماما. جيل معجون بميه عفاريت. ده جيل واطي. طب بما اننا بنتكلم عن الجيل اللي معجون بميه عفاريت، عاوز اتكلم عن النت اللي دلوقتي عم سيد العجلاتي بقى يقعد عليه ويشيك. عنده اكونت على الفيسبوك؟ امال ايه يا بنتي، ده عم سيد العجلاتي بقى فيموس. ماليش دعوه، انت لازم تعرفني بعم سيد لو سمحت. ماشي، واحنا مروحين نفوت عليه، بس الاول نخلص الحلقه. ها حاضر، اتكلم بقى. انت كنت بتقول نت وما نتتاتش. ماشي. دلوقتي يا بنتي راح زمن الحب في المدرسه وفي الدروس. دلوقتي كل واحد بيعرف واحده من على النت، يعني الشات الجماعي، يعني الفيسبوك. وده بيطلب ايديها بطلب صداقه ولا بيعمل بوك قبل ما يدخل الاكونت؟ لا ولا بقى اللي يعمل لها تاج في بوست ولا انا بحبك، دي حاجه بقت فيري زفتي خالص. انا بقى كان نفسي اتكلم عن الحب اللي من طرف واحد. ما تيجي انت جربت كده ولا ايه؟ وحياتك ولا عمري سمعت عنه. الحب من طرف واحد مشكله كبيره جدا، بتسبب صدمه للي بيحب لما يعرف ان الشخص اللي بيحبه مش بيبادله نفس الشعور خالص، وبالذات بقى لو كان محضر نفسه ان هو ده الانسان اللي خلاص هيكمل معاه بقيه حياته. يعني من الاخر كده بياخد اكبر بومبه. هي بتبقى بومبه بالنسبه للي كان بيحب التاني، بس من البدايه اصلا هو ما وعدهاش بحاجه. طب ليه ما بنقدرش؟ زي ما احنا احرار في مشاعرنا، هو كمان حر انه مش لازم يبادلني نفس الشعور. وليه بنطلعه انسان واطي في الاخر مع انه هو مش عليه اي غلط خالص من البدايه؟ دي وجهه نظري طبعا. يا ريهام اتعصبتي قوي كده ليه؟ مالك يا ماما؟ ما كانش حب اللي انت حبيتيه ده ونفضلك عادي، يعني اداكي بومب. مش بقولك انت بتشكك في قدراتي؟ وانت ما عندكيش غير الكلمه دي. بقى، وبعدين الحمد لله ما حصلش معايا قبل كده. شك بعيد عني. طب انت ليه واخده الموضوع على قلبك قوي كده وعماله تزعقي ووشك احمر وجاب الوان الطيف؟ لا ده بسبب موضوع تالت خالص. يعني خدتي بومبه غير البومبه الاولانيه؟ لا يا عم بص بس. بصي، انا بستغرب قوي لما بشوف واحد مثلا بيبقى معجب بواحده وقرر انه يروح يقول لها، وفعلا راح قال لها انه عاوز يخطبها. تمام. فالبنت لما وافقت قالت له تمام. جه عليهم اول شهر فله، تاني شهر حبيبي وحبيبتي، تالت شهر ما اقدرش اعيش من غيرك وان شاء الله هنبقى مع بعض قريب. تمام، اول حد كده. فالبنت دي مثلا يبقى متقدم لها عريس، او لما تيجي تسال حبيبها هو انت ليه ما تقدمتش لحد دلوقتي زي ما قلت لي في الاول، تلاقي بقى واحد تاني خالص بيكلمها ويبتدي بقى شغل السهواكه والنحنحه ويقول لها انا اسف مش هنقدر نكمل مع بعض، انا لازم ابعد عنك عشان تستاهلي حد احسن مني. الواطي الندل الجبان، ده واضح انك شايله ومعبيه قوي في قلبك يا ريهام. يعني مش خدتي بومبه وبس، ده انت خدتي شلوت وبومبه وخدتي على قفاكي كمان. تكونش انت اللي اديتني كل البومب ده؟ نعم. اسبهليت يعني، ما انت عمال كل شويه تقولي خدتي بومبه خدتي بومبه. يا عم انا بتكلم عموما وربنا مش انا خالص. وربنا مانا داكش مونا. طب بما انك اتكلمتي جد بقى، تعالي نتكلم جد شويتين واقول لك بقى خبرتي الصغيره بقى في موضوع الحب كده. هو انت كده بتتكلم جد؟ استني بس، ده الناس هتتبسط قوي. بص يا ستي، لو عاوز توقع بنت في حبك اسهل حاجه هي الضحكه كده من تحت لتحت. وانت وقعت كام بنت بقى لحد دلوقتي؟ وحياتك انا مش ببطل ضحك خالص. ولا الجمز بقى كده من غير ما حد ياخد باله، اللي هي وبس. طب وانت غمست كام غمزه؟ انا طول ما انا ماشي في الشارع مش ببطل بربشه بعيني. ده انت طلعت خبره وانا ما اعرفش، وعلى راي المثل يا ما تحت السواهي دواهي. ظلمان انت دايما والله. ده انت بريء برقوقه. بما انك طلعت خبره بقى، كان في حاجه كنت هموت واعرف ازاي بتحصل. انا عارف انت هتقولي ايه على فكره. طب وعرفت منين؟ مش بقولك الجباء لا دين له؟ ما انت قلت لي في الفاصل يا ماما. طيب تحب اقولها لك كمان؟ انت كنت عايزه تعرفي بتاع ده اي اتنين بيحبوا بعض كانوا ازاي بيجروا كل ده في التليفون، صح؟ كنت هموت واعرف كل الساعات دي كانوا بيرغوا في ايه وكانوا بيقولوا ايه، وتلاقي كمان الرصيد بيخلص منهم وبرضه تلاقي ما كانوش خلصوا كلامهم. انا عن نفسي لما كبرت عرفت كانوا بيقولوا ايه، الحمد لله. طب بيقولوا ايه؟ لا دي اسرار بقى. اللي عالي يا سيدي. طب هقول لك على حاجه بخصوص حبيبه الموبايلات دول. ببقى هموت كده وانا جنبهم ان اسمع كلمه من اللي بيقولوها، بس ابدا. يعني عندك مثلا، عندي ابن خالتي في مره كان بايت عندنا وانا هو نايمين جنب بعض وبيكلم خطيبته، ان اسمع كلمه استحاله تحس كده انه بيتكلموا بلغه الصم والبكم. ده سر المهنه بقى. ما انت كمان زيهم يا اختي. مش احسن ما يكون صوتي عالي واسمع كل اللي حواليا؟ انا بقى كده والله ما بعرفش اتسهوك السهوكه دي. شيء لا يصدقه عقل. انت ظلماني يا ناس، ظلماني. ما اقدرش يا حوده. وللاسف وصلنا لنهايه الحلقه، وعاوزه اقول للناس اللي شوهت الحب وشويه الاطفال اللي مبهدلين الدنيا، الحب كلمه اكبر من اننا نتسلى بيها ونعملها شغلانتنا. وروحوا شوفوا مذاكرتكم ومستقبلكم. والبنات يا بنتي انت ربنا خلقك جوهره، لازم تغلي نفسك للغالي اللي هيشتريكي ويعرف قيمتك، وربنا يا رب معانا ويكرمنا انا وانتوا. ايه يا بنتي انت هتشحتي؟
طب انت مش عاوز تقول حاجه وتبهرني زي ما عمال تبهرني طول الحلقه؟ انا عن نفسي احب اقول ان الحب ده حاجه جميله جدا، بالذات لما يكون ما بين راجل وست، بس اهم حاجه ان يكون ليها نتيجه فيما بعد. وبرضه الحب عموما حاجه كويسه ما بين الصحاب والعيله والاخوات، ولازم كلنا نحب بعض، وما يكونش فينا اللئيم اللي عامل نفسه انه بيحب ومن جواه اصلا مش بيحب. ويا رب اللي عامل نفسه بيحبني وهو مش بيحبني يتشال، ولو في واحد بيحبني وجنبيه واحد مش بيحبني برضه يتشال. وانت كمان يا ريهام لو شايله مني وعامله نفسك بتحبيني ايه هتشال انا كمان؟ لا يا رورو بعد الشر، حب الحب شو واكيد هيكون لينا حلقات تانية عن الحب. وسلام عليكم. الله سلام عليكم. الحياة رايحة وجاية في ابتسامة وضحكة صافية، بتبتدي ما بتنتهيش، بين عيون بيحضنوني والجفون تلمس جفوني، يعلموني ازاي اعيش. حضن دافي كون بحاله لما يأسرني في مجاله، والخيال ما يكفينيش. مشتاقلك نفسي اقولك ابقى شمسك وابقى ظلك، والزمان ما ينسينيش. يا ريتني يا ريتك، الحياة حلوة في بيتك، لو لقيت كلمة ما فيك